المتابعين في حلقة اليوم غادي تكون على واحد الموضوع اللي دار واحد ضجة كبيرة في المغرب اللي هو مدونات الأسرة. عندكم ننخلع الشباب، اما الشيوخ ما كيديروا والو. اجي عندي نبين لك تسمع. اجي تعرف شنو هما التعديلات اللي غدار في مدونة الأسرة الجديدة. فشحال هادي الا كنتي طلقتي المرأة كتقسم معاها الدار بالنص، وماشي غير الدار، اي حاجة كتملكها كتقسمها معاك في النص. هاد السيد حدانا عنده بيكالا قسمه هو المرأة وضربوا على الكيدون، قالت لي حقا فيه الربحة. دابا سيدي مع هذا القانون الجديد قال لك في حاله ما الا وصلوا الزوجه للطلاق انت اللي كتخرج بحالك وكتخلي الدار للمراه والولاد ديالك. مصيبه حلال. يعني بغاو يقولوا لك بصالح العباره الا طلقتي احسب راسك تشردتي. هذه الاولى. المساله الثانيه، ملي كنتي كتطلق المراه كتعطيها النفقه، فملي كتزوج داك الطليقه ديالك كتحبس عليها النفقه ديال الدراري. دابا لا، واخا تزوج داك الطليقه ديالك غادي تبقى تعطيها النفقه. وبلان هذا وعلى هذا القبيل بنادم يبقى يتزوج غير بالمطلقات، واللي طلقها يصرف عليهم بجوج. ضد هذا القانون اللي عملوا مدونات الأسرة. هذا الشيء ما ماشي مزيان اخي، كيشجع بنادم للفساد، وبنادم ما خصوش بحال الا كيقولوا لك ما تزوجش. صعيب علينا هذا الشيء. وعاد زياده على ذلك وغتعطيها 20% من الصائر ديالك، يعني اوتوماتيكمون من البنكه غتقطع لك 20% من الصائر ديالك. فهاد المراه الا طلقتيها غادي تشدي لك الدار وغادي تدي لك 20% من الصائر ديالك. وهذا الراجل المسكين اش غيدي؟ فهاد المدونه الجديده صارت غضب الشباب المغربي، رفعوا شعار لا للزواج في المغرب. وحنا مقاطعون الزواج، ما كاين لا زواج الاول. خاي هذا الشيء صعيب صراحه، حنا ضد هذا الشيء، حنا ضد هذا الشيء، وانا باقي ما مزوجتش وكيبان لي صافي ندير بالناقص من الزواج. حيت هاد المسؤولين ديال هاد البلاد ما بقاوش باغيين الشباب المغربي يتزوج، ولاو باغيين الفساد في هاد البلاد. وكاين بعض الناس عجباتهم هاد المدونه ولاو تيقولوا بحال هاد الكلام. انا كشباب ما مزوجش، انا غنعيش بحال ما علاش؟ حيت الفساد غيكثر مزيانه ليا ثاني في المنظور القا نتزوج في الزنقه. فالمغاربه رافضين القانون ديال هاد المدونه لانه في صالح المراه اكثر من الرجل. حتى من دوك البنات الصالحات اللي بنات الناس اللي كيبغيو يديروا اسره ويديروا وليدات قالوا هاد الشيء بزاف على الراجل. هادشي كيخوف الصراحه. دابا حتى واحد ما يقدر يتزوج، هذا ماشي الحرب غزه حنايا. كنقول لك دابا هما كيقولوا لك من الاخر ما تزوجش، هادشي اللي بغاو يوصلوا لك، ما بغاوش يقولوا لك بواحد الطريقه اللي ما تزوجش انت. كاين بعض الناس ما بغاوش يقبلوها، هذا شغلهم كيهمهم. علاش انا غنشري دار غنضرب فيها تماره وشحال وانا كنجمع فيها، عكس ان الدار غاليه وزيدوا بزاف ديال الحوايج بلا ما ندخلوا في ذاك الموضوع. غتاخذ دار ب 30 مليون ولا ب 26 ولا، وغتجي وحده غديها لك فابور وغتخرج تتقلب على راسك من نهارك مشرد نجاي. فهذا الامر كيتاخذ بعين الاعتبار من بعد هذه الخطبه ديال جلاله الملك. أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات. هل تعلم بأن الفقهاء المسلمين حددوا معيار تولي مناصب الدولة والمسؤولية والخروج إلى الحياة العامة في الذكورة؟ أول شرط. وقد حرصنا منذ ائتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة وفتح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها. سمعتي السير يقولوا وتبعد هذا راه مزومق وما عنده عقل. وحددوا لها قواعد الخروج وأن لا يظهر منها إلا العينين، وهناك من قال عين واحدة، أن تظهر عين واحدة ترى بها. فالمدونة تقوم على التوازن لأنها تعطي المرأة حقوقها. كاين مبالغات تراعي مصلحة الأطفال. واحد حالة تحسن جميلة وغتكون في واحد الوضعية يعني جميلة جدا. وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه. نفهم من كلامك هذا بأننا نحن الآن في زمن الخصخصة. انت دابا اللي كتجيب لي الآيات وكتقول لي قطعية الدلالة، واش نجيب لك اللائحة الطويلة ديال الآيات القطعية الدلالة الواضحة الثابتة اللي ما بقى حتى واحد كيعمل بها؟ ان بن كيران كيقول لهم التريات، ان احسن ما في المراه انها تكون تريه ديال الدار، يوردهم تريات ودخلهم للديور. يلا. وتحييل الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعتها. إذن هناك تشابه بيني وبين أمك. إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام. احنا بغينا هاد المداوله، الله يبارك في عمر سيدي. كانت المراه مسكينه قبل 2004 تاكل العصا كل نهار وكتغتصب كل نهار من الزوج ديالها وما تقدرش تطلق. ملي كتمشي تطلق تبقى 3 سنين 7 سنين 8 سنين وهي في المسطره وما تطلقش. اذا هادشي علاش درنا تطليق الشقاق، باش هاد المراه اللي ضحيه
ما تبقاش كتكرفس هكا. ملي تمشي دير مسطره غدير مسطره الطليق الانشقاق وغتطلق. ولكن للاسف رجعت المراه غير كتشوف مسلسل تركي كيبان لها مهند زوين، كدورها كتلقى واحد كيشخر حداها كتمشي تطلق. أهم الإصلاحات التي قمنا بها إصدار مدونة الأسرة. خاصة بالعيالات. والأمر هنا لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. راه ما يمكنش. خديجة تاجر نعم قبل الإسلام، ولكن بعد الإسلام الفقهاء أحكموا الحريم وأغلقوا وجعلوا الآية قرن في بيوتكن هي قاعدة مكوث المرأة في البيت ولا تخرج إلا لضرورة. سوسيولوجيا متعددة، لا سيما أن فئة من المواطنين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء. مدونة كذبة. هذا الشيء غادي نكتفي غير بالاشاره ما ندخل. القضيه الثالثه كانت المراه اللي تزوجات كتسقط عليها الحضانه، كترجع الحضانه عندك انت، الدراري كيجيو عندك. دابا لا، واخا تزوج المراه غتبقى الحضانه ليها هي، ولكن الاخطر في الامر هو التعديل اللي ما يتقبلوه حتى شي راجل عنده كرامه. كانت شحال هذه الولايه الراجل على المراه، يعني ما تمشي لحتى شي بلاصه بدون الاذن ديالها، ما تسافر ما والو الا بالاذن ديال راجلها. دابا لا، المراه تقدر تهز ولادو تمشي لاوروبا وكاع ما تشاور معاه. يعني انت راجل مغربي حر ما بقاش عندك الدور كرب الاسره في حياه البيت الزوجيه. مصيبك حلال. يعني بصالح العباره بغاو يقتلوا الرجوله ديال الانسان. يعني شوفوا سكوت مع هذه المدونه جديده، ومن على هذه الحريره بنادم يدير بناقص كاع من هذا بالنقص ما تجيبهاش، نتزوج في الزنقه. هذا هو الاخطر في الامر. يعني مرات كدير اللي بغات، ما عندكش حق تهضر معها. هادشي في المدونه، يعني ما عندكش حق تهضر، الا هضرتي غتحاسب اوتوماتيكمون. مرات كدير اللي بغات وانت تشوف وتسكت. المساله باينه وواضحه. الوزاره اتخذت هذا القرار باش يصعبوا الزواج عند المواطن المغربي، باش يكثر الفساد وتولي غير العلاقات الرضائيه. فشنو كيقولوا العلماء الشريعه الاسلاميه؟ اسيدي هذا المجهود اللي كدير باش تدافع على للذكر مثل حظ الانثيين، ديروا باش تدافع على قطع يد السارق، ديروا باش تدافع على جميع النصوص الاخرى اللي واضحه في القران. في المغرب اليوم لا يمكن ان تحرم المراه من حقوقها. كيفاش بديتي هاد مدونه الاسره تنجح؟ ما يمكنش تنجح. واش كنديروا خدمنا على العكار؟ ها هي غير هذه قرنا في بيوتكن. دابا منين جاو للبرلمان وعمروه بالنساء ديال PGD. واعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل. فين مشات الآية قرنا في بيوتكن؟ في الحقوق والواجبات. جميع علماء الإسلام بالإجماع كيقول لك هذه الآية نزلت في نساء النبي، ثم كيضيف وتنطبق على سائر نساء المسلمين، ومشاو طبقوها على الجميع. نتمنى المدونة تشوف حتى شويه، تنصف حتى شويه الراجل كما تنصف المرأة. حيت دابا عاوتاني حتى العيالات كيقتلوك النوافل والصوم الاثنين والخميس والتسابيح، الله اكبر، كلشي ما شاء الله، سبحان الله، استغفر الله، ما شاء الله، كلشي. تجي تقول لك التعديل، فهمتي؟ حنا بالعكس، حنا ماشي ضد النسويه ولا شي حاجه، بالعكس هذوك حتى هما فضلها الله وبغاها، ولكن تبع القانون والشرع ديال الله. ربي عطاها الثلث في المية، خصها تعطي الثلث. وانت تبغي انك تشري الدار وتخرج وتخليها لها؟ نخليها له. علاش؟ لا كنت انا فسيت عليها وانا خرجت عليها وانا وزيد 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 بلا ما نوصلوا حتى لديك الكلام، وعلاش لا؟ ولا كانت العكس هي دارت؟ لا بالعكس، خاصها تسقط وتجلس معايا في الدار، ما تخرجش من الدار كاع. علاش قلت لكم الراجل ما بقاش راجل؟ حيت الاسلام دار للرجال وما بخلناش حنا الراجل. اش غنديروا؟ مدونة الاسره وانما غادي تكون فيها يعني واحد التوافق، غيكون عليها واحد الاقبال. سرسر وعاود سرسر، زيد سرسر، وغتكون يعني في الحاله هذه عليها واحد الاقبال، غتكون يعني جميله جدا. لا ما قانون ما والو، انا ضد هذه المدونه، وغادي تكون يعني كل شيء متفق عليها، وغتكون يعني في مصلحه الجميع. يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واتي. انا كنخدم، انا فيا الراجل فيا المراه. خاصها عريشه وتولي شاف ديال لي زان ديال 8 سنين ولا اكثر، وانا مطلقه منه وعندي النفقه ديال العائله، ما كيعطيني حتى شي حاجه. اذا النظام الجديد غادي في واحد الاصلاح اللي هو جميل جدا. يلا فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة. كاين بزاف ديال الكذبات. كاين واحد الكذبه سميتها في المدونه كذبه
صراحه هادشي هذا ما خصنا هذا يعاون هذا، والدنيا ما عندنا ما نديو منها، فهمتيني؟ هادشي خصها واحد جلسه حوار ونقاش باش نخرجوا بواحد النتيجه اللي هي مرضيه للجميع. شكرا. ما فهمتش انا هاد الناس هادو خداو النساء ديالهم حطوهم في البرلمان، واش ما كيحترموش القران؟ هذه راه آية قطعيه الدلاله واضحه. والرجال خصهم يبقاو الفوق. شو الدنيا من نهار شدوا العيالات لدابا شو كيولات؟ من نهار دخلوها بالعيالات وبالافلام والتيك توك وشي، شو الدنيا كيولات؟ كثر الفساد ولا الطلاق ولا بزاف ديال الحوايج. هما اللي كانوا شادين الرجال وكانت غاده مزيان، يعني بزاف ديال الحوايج شحال. ايه المراه فيها همنا وفيها اختنا وتاج فوق ريوسنا وخاصة اكثر من هادشي، ولكن كيف ما كانت الاحوال راعي ولدك الراجل شويه، حيت الرجال قومهم الله على النساء، هذه نسيتوها نتوما، والنساء ناقصات عقل ودين، فإلا زدتوهم هاد الحقوق على الحقوق اللي كانوا عندهم قبل غيدسروا بزاف. مع هذا القانون ديال هاد المدونه الجديده ما غادي يبقى حتى شي واحد يبغي يتزوج يمشي للحبس بنادم ما مكافيش حتى مع راسو. وزير العدل عبد اللطيف وهبي قانون جديد ومدونه جديده لتنظيم الاسره كحاله على المغاربه كاملين. مثلا الا كان عندك الدار تينا ساكن مع الوالده ديالك، كيقولوا لك يعني في هاد المدونه اللي عملوا باش تخرج الوالده ديالك وتعطيها للمراه، وانت فين غتمشي تسكن مثلا انت والمراه ديالك تمشي تسكن في الزنقه. هذا هو القانون. عندنا واحد العقليه رجعيه، واخا هما سياسيين كبار وبزاف ديال الحوايج، ولكن راه سياسيين في الخاوي. كأمور اخرى اللي فيها صعوبات لان كاين نص قراني يمكننا نفهموا بانما المجتمع باقي ما ارتقاش اليوم. زيد سرسر وعاود سرسر، هادشي دابا اللي واقع علينا. الى ما مهيئش اليوم باش نوصلوا الى مساواه مطلقه. اي توافق كامله، ولكن يمكن نديروا شي مجهود. درت لكم اي تماثل بحال اللي دار في مدونه الاسره الحاليه، بحال اللي دار في مدونه الاسره، بحال اللي دار في بلدان اخرى مثلا حيدت التعصيب ديال هاد لي الشير ولينا بحال هذه الطفره درناها في مدونه الاسره. والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، خاصة بالمرأة. كتخلق وكتجمع له شي على شي، وملي كتجلس تسمع لها واش عندها شي حاجه جديه ديال باش تطلق؟ ما عندهاش شي حاجه جديه، ما كاينش شي حاجه قويه اللي تقول عليها مشي نطلق. خرقوا شرع الله وانهم يخالفوا شرع، ما يجتهد ما فيه ما يشتغل، وكاين اللي كيف ما كان الحال كيجتهد من اجل احقاق العدل. ما قالوا والو، لاننا تنظن ما كاينش شي ديانه اللي نزلت سماويه جات ما بغاتش العدل. الامور ديالنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا خليتكم جوج الحوايج اللي تمسكتوا بهم عمركم ما تتيهوا، حنا راه غادي كنبيعوا فيهم كنتنازلوا فيهم كنتنازلوا عليهم. وما بغاتش احقاق الحقوق بالنسبه للناس. حنا اليوم امام معضلات عينيه. لا كيقول لي انا ما نصرفش عليك الدرهم ما نصرفوش عليك، انه ما يمكنش في واحد الاسره فيها غير البنات، الا توفى الاب البنات يقدروا يباتوا ديك الليله في الزنقه. هادشي واقعي كيخرجوهم النهار ديال الجنازه. ملي تكلمت الاخت حنان على كنكتبوا الهبه، كنكتب انا كاب خفت منين نموت انا يجيو عمام البنات اللي عندي جوج بنات ولا ثلاثه يجيو يخرجوهم. علاش كيجيو الاصول ولد عمي ولد خالته ولد جدات داك الاخر اللي لهيه اللي عمره ما شافوه، وكيجي قال لك اسيدي غادي يقسم معهم المجهود اللي دارته المراه والرجل مع وليداتهم. لا والو حتى شي حاجه. كنقيل نخدم في الديور د عباد الله باش كنخلص كرا ونوكل ولادي. كيقول لي عندك العزاله، انا عندي واحد كبير باقي لي العائله الصغيره، باقا العايل كاملين باقي هذوك النفقه كاملين. بنت خصها نفق عليها، العائله عندها 13 عام خصو با ينفق عليها حتى تزوج تمشي للدار ديالها. ملي كتمشي لعندو كيبقى يقول لها انا ما عنديش، سير عند يماك عندها الفلوس. زعما انا غير مراه ما نجيب هاد الفلوس نمشي نبيع اللحم ديالي باش نجي نخلص كران ولادي ومن هذه ما يمكنش. جات عندي مرة 30 عام وهي كتبيع المسمن، كتنوض في 5 الصباح وكتخرج تبيعو في الظلام وكتخبع الفلوس ديالها يوميا تحت واحد الجليجه دايره واحد الحفره وكتخبع فلوسها 30 عام، والراجل ديالها كيضرب الجوانات والكيف، هي اللي كتعطيه الفلوس ما كيخدمش. من بعد 30 عام جمعت داك الفليسات وهي كتعاود لي خصك تشوفها كيفاش تتعاود، كتجمع داك الفليسات 10 دراهم مع 20 درهم الى اخره باش مشات صحات، لقات عندها جمعات واحد البركه. قالت له الراجل شنو نديروا بهاد الفلوس؟ نديروا دابا شي مشروع شي محل ندير فيه الحرشه ولا نسمن، ما نبقاش ندير هادشي في الدار، ما نبقاش ندير في الزنقه. قال لا لا انا نعرف غادي ندير. مشى شرا واحد الكراج دار فيه محل للحلاقه، ومن بعد ما داروا في سميتو قال لها بغيت تعدد بغيت نتزوج. قلت له كيفاش تزوج؟ صدقوا مطلقين
ناطيه كتقول لهم اقتسام الممتلكات ما عندهاش باش تثبت بان الفلوس هي اللي عطاتهم له باش شرا الارض داك الدار داك المحل وداروا سميتو. مشات المحكمه الابتدائيه ومشات للاستئناف ومشات للنقد. اذا ملي كنشوفوا الفصل 49 راه تنقولوا بان عندها اقتسام. وهذا الشيء عندنا فيه امثله كثيره، وانا تنظن كل الفقهاء المتنورين كلهم كتدمع عينيهم ملي كيسمعوا قضايا بحال هذه. مداوله جديده، انا ضحيه وعندي بنيته، انا اللي كنخدم عليها، انا اللي كندمر عليها، وتا انا ضحيه، ما الله غالب. في هذه الحاله هذه حنايا عندنا واحد المستقبل عظيم في هذا يعني في هذا عاود سرسر وزيد سرسر. نديروا سامح فيا. قولوا لا، خصنا احقاق الحق. حنا كحزب اشتراكي موحد عندنا الجرأة باش نقولوا بانه خصنا نفكروا في اطار احقاق هذا الدوله العادله واحقاق حقوق الناس، انه الثروه التي تتراكم داخل الاسره خصها تبقى داخل الاسره، سواء كانوا اولاد بوحدهم ولا بنات بوحدهم ولا اولاد وبنات. انا الوالد ديالي والوالده خدموا ودمروا باش نعيشوا حنا بكرامه. جانا ولد خالد تعلموا الباش غادي نقسم معاه ولا نبات في الزنقه، حتى واحد ما يقبل هذه. اسمح فيا، ما كيعطينيش النفقه ودعيته وما صورت منه والو الى الحد الان. هادشي دابا اللي واقع علينا. بحال المشرع بغى يرضي شي وحدين على المستوى الدولي، يقول لهم صافي المراه غتاخذ حقها، صافي واخا تطلق غتاخذ حقها، ما تخرجش يدك قدام يد الله. كنتسنى خصني حقي منه، يعطيني حقي ويوقف مع ديك العائله. ولكن ملي جينا للصيغه ما عطيناها حتى حاجه في التحرير. كيفاش كتبناها ما كاينش. يعني الا ما كنتيش كتشتغلي وعطيتي الفلوس مباشره وبوسيله الشيك، بوسيله الشيك، وكتبتي العلاقه مباشره بين الشيك اللي عطيتي للراجل باش شرا الدار وديك الدار اللي شراها ودارها في سميتو، ما عندك حتى شي حاجه. والاخطر من هذا الامر ان عبد اللطيف وهبه كياخذ قرار بان اي مغربي عنده عقوبه سجنيه تقل عن 3 سنوات يمكن له يشري الحبس. هذا موجود في العالم كامل، لان العقوبه اما تكون غرامات او تكون ايام سجنيه. يمكن اثناء الحكم ان نقلص من عدد ايام السجن وان نضيف في الغرامات. يعني نتوما ما كتشوفوش مصلحه المواطن، هذاك المجرم اللي دار داك الجريمه خصو يتعاقب، ولا كتشوفوا غير تعمروا صندوق الدوله وتزيدوا في الغرامات؟ هيك تعويض للدوله على الاخطاء التي ارتكبها. هذا هو الموضوع، وهذا موجود في جميع قوانين العالم. ما تبقاش تقول لي هذا القانون في جميع دول العالم، لم نحدثه، هو موجود، وهذه ترتبط في اطار ما يسمى بالعقوبات البديله. مثل هناك عقوبات ستصدر عدم سجن الشخص ولكن منعه من التحرك في مجال اوسع، معناها نديروا ليه القيد الالكتروني وينتقل من بيته الى مكان عمله. او مثلا تلميذ شغب في الملعب وارتكب افعال، هل الحل هو نرميه في السجن؟ الحل هو نديروا براسيل الكترونيك او هذاك اش كيقولوا القيد الالكتروني باش يتنقل من المدرسه للدار ديالو واحد المده حتى يعرف الخطا ديالو ومن بعد نزيلوا. هذا فقط. وهذا اللي تيهمني انني نطور القانون الجنائي باش يسير العصر من خلال التجارب الدوليه الاخرى. في شحال هو المبلغ او التسعير اللي درتو للمواطن باش تعمروا صندوق الدوله؟ حددنا المبلغ، قلنا من 100 درهم حتى 2000 درهم حسب الامكانيات ديال الشخص اللي واقف قدامك. كاين واحد فقير، بالنسبه لذاك الفقير اللي ما عندوش باش يخلص هذه الغرامه، فشنو كديروا معاه بهذا القانون الجديد السي عبد اللطيف؟ امور كاين حلول اخرى حنا وضعناها في القانون. يمكن نامروه بالقيام باعمال مجتمعيه، يمشي يشطب الزنقه، يمشي يصلح شي مؤسسه، يمشي يخدم، يعني غيولي خدام عند الدوله وغتعصروه مزيان، يعني الاشغال الشاقه والتعذيب. كاين الناس اللي عندها الامكانيات الماديه. هذا الانسان هذا انا ما بغيتش نديرو في السجن، غندير له براسيل الكترونيك يخلص هذاك المبلغ ونديرو له القيد كذلك باش ما يتنقلش في ما كتشوفش السي عبد اللطيف بان هذه القضيه كتشجع على الاجرام؟ مثلا انا درت واحد الجريمه فعوض ما خاصني نتعاقب عندي الفلوس كنشري الحبس ديالي. ما يمكنش يتكرر لان كنعطيوه فرصه للاندماج. من بعد اذا كرر الفعل لا حاله العود ما فيهاش. الجوده في الاحكام كيفاش بغيتونا حنا نعطي الحق، نعطي الوقت للمراه والراجل جاو يطلقوا، نعطيهم الصلح ونعطيهم نهتم بهم ونشوف ذاك الوليدات والباحثه الاجتماعيه اللي تمشي لعين المكان الميدان ودير لي تقرير وتجي عندي، وانا عندي قاضي كندخل عندي 300 ملف خصني نحكمهم. 300 ملف خصني نشوفها في نهار. شنو كندير؟ محمد بن عباس، سعيده الكوثري، فضلوا زيد جبتيه بار. هو اللي خرجنا هذه المداوله حيت حنايا الدراويش هما اللي كيمشيو فيها. علاش؟ انا الراجل ديالي مشى عند المخزن قال له ابني ضربني وهو ما ضربوش، يكذب عليه. جا المخزن دخل علينا فتح لنا الباب
ودخل علينا للدار وهز ابني من الفراش وداه. ومني مشيت لعنده قلت له حشومه عليك، شنو هادشي عملتي لابنك؟ قال لي الا بغيتي نخرج لك ابنك تنازل الحقوق ديالك كاملين وما تتبعني لا بمصرف لا حتى بشي حاجه، فهمتي؟ ايوا وديك الساعه انا تنازلت له على كل شيء وخرجت ابني. انا عندي ابني هو كل شيء في الدنيا. علاش هذوك ولادي ما نقدرش انا نفرط فيهم. الفقراء ديما معمرين المحكمه، والراجل ومرته مضاربين على الصابونه وواقفين المحكمه. والله يبارك في عمر سيدنا، ملي سيدنا كيفكر فينا وكيفكر في الدراويش. كذبه ملي كتكون المراه مطلقه كتكون عايشه مع دار باها مع دار راجلها، اذا نسجلي الوليد حدا الدار. ملي تبغي تنقلو من بعد الطلاق ما يمكنلاش تنقلو. فين هي مصلحه الفوضى ديال الطفل؟ كيبقى الولد كاع بلا قرايه 3 شهور 4 شهور 5 شهور وهي كترغب وتزوج في هذاك الطريق ديالها باش يعطيها الاذن باش نقلوا لي. اذن فين هي المصلحه؟ المصلحه هي انني نعطي تكون عندنا اليات قانونيه اللي ملي يجي الام لعند المؤسسه مدير المؤسسه يقيد لها ولدها. هذه هي المصلحه الفضلى. ما نشوفش المساطير والاجراءات القانونيه، غنقيد لها ولدها ونصيفط هذيك الساعه دير الاجراءات القانونيه. ولكن الولد ها المصلحه الفضلى، سي لا سوبريماسي لا سوفرينتي دي دروا اي دي انتيغي دو لونفون، ماشي مصلحه كذوب كنكذبوا. شتت عائلات وغير كثر فساد وما هادشي اصلا اللي باغيين، ولا كتحمل المسؤوليه هاد الهضره هادي حتى تشي باين ملي شي حاجه كتصعب اذا انت ما باغيش تبقى. ضد هاد المدونه من ناحيه كلشي، لا من ناحيه الدين ولا من ناحيه ما عندها حتى شي معنى. بزاف ديال الناس متخوفين منها، يعني يديروا غير المشاكل. يعني الزواج هادشي اصلا ما بقيتيش بغيتي يبقى نتايا وما بغيتيش الناس يكونوا واحد. بغينا هاد المدونه يطبقوا داكشي ديال الشريعه، داكشي اللي في الاسلام. هادشي حنا ما غايب فركه الاسره، هادشي اللي بان ليا. دابا انت بالنسبه انت كصحافي انت ما كتخاف زعما انت انك تزوج عندك واحد الصالير اللي غتعيش به غتجي وحده. دابا راه حاليا كنعرف ان الدريات باغيين يتزوجوا ويطلقوا، ومنهم كاع مشهورين كاع كيتزوجوا سيمانه شهر شهرين. الهدف ديالهم هو الفلوس. دابا حنا ولينا كشريكه مثلا، فهمت؟ مع الاملاك اللي عندك تقسموا مع الزوجه ديالك. لو بقيت انا وياها نفرق راه كلشي ديالها، ما حدي انا وياها راه كلشي ديالها. رايي حنا بحال قالب، حنا قالب. ملي كتجي مثلا انت عندك واحد القالب كتجبد منه فلوس، وهما كذلك. هما حتى الراجل داروا قالب. تمشي تزوج بها شهر شهرين دير لك كانار وتخرجك وتولي دي منك 20% وهي ولات خدامه اليز حياتها كامله عايشه بخير. ولا جابت منك شي وليد ولا سميتو هي عايشه معاك وتبقى مرتاحه هي. برأيي الخاص مهم تعطى الحق شويه للمراه اكثر من اللي كان، وخصوصا بعض المسائل غتقنن بالنسبه للنفقه والتعدد الزوجات وديك الشيء. ما يبقاش الراجل يعمل اللي بغا. تعدد او تعديد ماشي التعدد. تيقول لك خص مبرر استثنائي. شنو هو التعريف ديال المبرر الاستثنائي؟ باش نعطيه للقاضي، القاضي اللي نخلي له السلطه التقديريه. هذا عجبو يعطيه التعديل، هذا ما عجبوش ما نعطيهش التعديل، هذا كينتمي لهذه الجهه نعطيه، هذا ما كينتميش ما نعطيهش. خصنا نديروا التعديل. الا قلنا نقولوا مبرر استثنائي عاوتاني حنا خصنا نكون جرأه الا كنا مسلمين. عاد باش هما الشركات خدامين فيهم وما عندهم حق في كل شيء وبزاف ديال 20% خصهم يديروهم ليهم، حيت هما اللي خدامين علينا. حنا ما خدامينش في هذه البلاد، وحنا ما عندنا والو في هذه البلاد. حنا كرجال ما عندنا والو. يعني حنا الرجال قوامون على النساء وما حيدوا هذا الشيء هذا، خلونا حنا لتحت نهائيا. هي راه قلبوها ماشي بغاو. يعني فهمتي هما قلبوها صافي، وصلوا واحد الدرجه اللي صافي يعني غيفضلوا المراه على الراجل وتفضلت كاع نهائيا. بالنسبه للمراه صراحه حتى هي كتقوم بعض التعسفات على الراجل من خلال ما كتخليش الراجل يشوف ولادو. دونك حتى هي خصهم يشوفوا في هذا المنبر هذا بان حتى المراه كتقوم بشي تعسفات اللي الراجل ما كيقدرش يستافد منها في هذه القوانين. هنا فين كنعاود ناديو هاد الناس كنقول لهم راه التشنج راه الرسول ساله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى واحد ما هو يعني وكل اليه الدفاع عن الدين، لان الله في الكتاب ديالو في القران كيقول للرسول الكريم لست عليهم بحفيظ لست عليهم بوكيل. 25 عام الزواج وخرجت والو فالصو حياته كامل طالع عوض الحباسات وهذه في الاخر هذا الجزاء ديالي. اذا خصنا نكونوا واضحين وتكون عندنا جرأه. واش المراه الا جلست في الدار
وخدمات وغسلات الماعن وبدلات الوليدات ودات هذا السوايع ودات هذا الرياضه وهذا قراته وانت وجدت الغداء، واش هذا الشيء غنعتبروه عمل؟ اذا لا اعتبرنا عمل خصنا نكونوا عندنا جرأه ونقولوا هذا عمل، هذه مساهمه ديالها. ولا كنا غنقولوا لا هذه مساهمه ماشي مساهمه نحيدها، ولكن باش ندير هذا التحرير اللي درت، هذه الصيغه اللي درت، العمل والعبء والمجهود، اجوا عرفوا لي شنو هما هذو ثلاثه. شهادة المرأة لا تساوي شهادة الرجل في الفقه الإسلامي، هي نصف شهادة في الأموال، نصف شهادة ها هو الآن الدولة ساوت شهادة المرأة فينا هم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف على الحشومة. فينا الآية القطعية، آية واضحة كتقول لك أن إلا غتشهد المرأة خصهم يكونوا جوج لكي تذكر إحداهما الأخرى، آية واضحة. والعائلة الممتدة ديال هذه 1400 عام. كيفاش كان الرجل وكيف كانت المرأة؟ كان الرجل هو الذي ينفق وكان يحمل السيف ويركب الفرس. مؤسسة دستورية المعنية بحقوق الأنثى والمرأة وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولية. ولهذا لما قرر الإسلام يعطي نصف الميراث للمرأة، شنو جاوبوه العرب اللي رفضوا؟ لأن كانوا ما كيورثوا والو المرأة. أتورث من لا يحمل سيفا ولا يركب فرسا؟ لاحظ معايا الارغيومون كيفاش كان. فلهذا تطليق الاشتقاق جا من اجل هذا، ماشي جا باش المراه كل ما جوت تمشي تطلق وتخلي داك الدراري مشتين على باهم. يجب ان تستغل الاغلبيه اللي تنسميوها متغوله فلتتغول في هذا هذه المساله ما كرهنا شيء تغول. وكيفاش غير دابا غنشرح لك علاش كيتحركوا غير في اليد الذكر مثل حد الانثى، لان الامر لا يتعلق بالدين ولا بالاسلام. وهذه الاشكاليه اللي غاديين بها ولا هذا النظام اللي كنخدموا به هو يعني واحد النظام في المستوى. لا ما مزوجش وما ناويش اخويا، على حساب اللي كنعرف دابا حاليا بان يعني الفساد اللي كاين في البلاد وهادشي اللي حنا كنشوفوا دابا حاليا، الفساد اللي غادي كيكثر. الدوله دابا اللي كاينه دابا كتحاول انها تشجع على هادشي هذا. يعني ما انا بالنسبه لي انا من الدوله اصلا ما كنشد والو، وغنمشي نتزوج عاوتاني غنجيب وحده اللي غدير لي 20% وغدير لي بزاف ديال الحوايج وهي رابحاني، يعني ما متفقش على هادشي هذا. وتيهددني تيقول لك خصو يقتلني وبزاف ديال الحاجات. ولهذا اذا كانت القوانين اللي استقيناها من القران والسنه راه معروفه، راه عندنا يعني باش من اجل اداره المجتمع خصك ملايين قوانين. منين غادي نجيبوها؟ غادي نجيبوها بالمنطق، نجيبوها من العدل. شرع الله حنا مسلمين، حنا ما غنعاندوش القور، فهمتي؟ القور حتى بغينا نعاندوهم نديروا لنا خلصتهم، نديروا لنا العباد ديالهم. مثلا واحد كيمشي يتسلف من البنكه كياخذ كيعاونوا الشباب، كيعاونوا ما معاونينا في والو، باغي دير لي 20%. انا راه 20% اللي كنشد من الشركه اصلا غدير لي شنطه. دابا هذيك التقاسم المراه في الحوايج خصهم يعاودوا يرجعوا شي امور، كاين شي بان تما اللي خصها تراجع وكاين شي امور اللي خصها تصحح تما، وخصهم يعاودوا يتفقوا عليه اجتماع باش نحاولوا نرجعوا نخدموا هذا المجال هذا، فهمتي؟ وكاين شي امور لانها خصها داير من واحد الاتفاقيه وخصها واحد التشاور. راه عندنا هنا واحد 90% في المغاربه راه فاهمين كيفاش البالون منفوخه، ولكن في نفس الوقت ما عندهمش كيفاش يديروا. حيت نهضر انا ويهضر هذا ويهضر هذا راه غتولي مشكل، وحنا ما باغيينش شي حاجه الفساد، بغينا الناس تبقى عايشه بخير، بغينا الوالدين يبقاو غادي مزيان، ولكن على الاقل نحاولوا نصلحوا شويه. الا كان واحد غادي يرولنا حنا 40 مليون نسمه ما كنظنش انا هذه فكره. دابا حنا تجيب لنا واحد النص وتاكد اننا غنهزوا ليه الكندير وغندافعوا عليه اذا كان فيه تحول حقيقي فيما يتعلق بقانون الاسره. راه حقيقي اللي نشتغلوا فيه ونديروا فيه جلسه اولى وجلسه ثانيه بحال اللي كينص عليها المدونه، حيت راه العيب اي نعم المدونه فيها خصنا نديروا لها بعض التغيير، لان كاين النصوص يعني ماشي التغيير الشامل ولكن تغيير لمجموعه من النصوص، لانه كما كان الحال وتمشي هي تجلس مع اولادها وهو بنص الاجر ديالو وهي بالنص ديال الاجر ديالها، ما داك الاولاد مربين مزيان مع امهم وباهم، ما هي عايشه ما هو عايش، ما حتى شي حاجه. يعني انا ضاغي على جوج ديال المؤسسات او ثلاثه اللي غنسميهم انا مؤسسات في مدونه الاسره، لانه راه كاين بزاف ديال بزاف ما يتقال. الصلح كان جدي كمؤسسه، خصنا نسميوه مؤسسه. كان جدي كراني غنفيق هذاك الراجل اللي تسرع وجاي يطلب التطليق، وغنفيق هذيك المراه الا حتى هي طجات عيات طرطقات وجات تطلب التطليق. الا كان الصلح جدي يمكن يرد لهم عقلهم
ونحافظ على ذاك الاسره، ولكن الصلح سوري فقط. انا ما يخليش ليا، وهذه كاينه في القانون الجنائي وغنديرها في القانون الجنائي. الا طلقتي المراه يعني ما كتعرفش الاسباب ديالها وكتخلي لها الدار وكل شيء، يعني ما يعني هاد الراجل فين غادي يمشي؟ واش غادي يتشرد؟ واش غادي يدير؟ بحال المساعده الاجتماعيه اللي هي سوريه ايضا فقط، تنلقاوها مكتوبه بمساعده المساعده الاجتماعيه. ما كاينش هذا الشيء هذا. يعني ما متفقش استاذ مع هذه المدونه الجديده. نورمالمون على الاقل يكون نص، يعني يكون بحال مثلا يكون هذاك الشيء بالنص، يعني لو وقع بحال مثلا يعني وقع الطلاق يجي داك الشيء بالنص، يعني النص يديه المراه والنص يديه الراجل. سمحوا لي ملي كنعطيكم هذه الامثله راه غير باش نخفف شي شويه، لان هادشي الازمه هادشي كنغليو من الداخل. تقريبا واحد 20 سنه على اقرار مدونه الاسره اللي كانت سنه 2004، مده كافيه لانه تكون مراجعه، لانه كاين تغيرات مجتمعيه اللي كيخص واكبها مدونه الاسره. كاين واحد المجموعه ديال مثلا ملي كنتكلموا على الحضانه ديال الاطفال، ملي كنتكلموا على السفر ديال المراه بالابن او بالابنه ديالها بدون موافقه يعني طليق ديالها الى اخره، هذه امور كلها هي كيخص انها تراجع، لاننا حنا اليوم في سنه 2024 20 سنه على اقرار مدونه الاسره، مطلوب بشكل كبير انه تكون واحد المراجعه. اكتساب او اقتصام ما اكتسب اثناء العلاقه الزوجيه، ما كذبه ثانيه. هذا النقاش ديال الدار في سميت المراه ولا في سميت الرجل الى اخره، هذا كاين واحد التقزيم فيه، لانه المراه والرجل هما شريكين في تكوين الاسره، فبالتالي الدار كتكون الا كانت يعني واحد الثروه اللي كتخلق ما بعد الزواج دائما كتكون مشتركه ما بين المراه والرجل. ياك هذه الشريعه اذن واش فهمتوني؟ راه خصنا نكونوا صريحين، راه خصنا نتصالحوا مع نفسنا، نعرفوا شنو بغينا. الا ما بغيناش نديروا الشريعه نحيدوا في هذه الشريعه، ولكن ما نبقاوش نديروا النص هكا والنص هكا. قلت لكم باش ما نبقاوش النص هكا والنص هكا راه خصنا نكونوا هكا نيشان.